السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين كرام أبو إدريس. اليوم انتهت مباراة الزمالك في الدور 32 مع فريق بروكسل، فريق قوي جدا وأحرج الزمالك، كان متقدم على الزمالك، لكن تدخلات الحكم وليد عبد الرازق يعني حكم لا عنده ذمي ولا عنده ضمير، ضربتين جزاء إصحاح لبروكسل اللي هو يستحق الفوز عن نادي الزمالك، اتغاضى عنهم نهائيا. منذرات للعيبه بتاعت بروكسل، يعني حكم افسد المباراه. فين المسؤولين عن التنظيم؟ مفيش. المفروض بروكسل هو اللي كان فاز المباراه النهارده لو في عدل، لكن الحمد لله ما عندناش عدل احنا في مصر في التحكيم، مفيش عدل نهائيا، ولا اتحاد الكره مفيش عدل. فريق جاي من درجه ثانيه يحرج الزمالك، كل شويه المعلق يقول لك الزمالك بطل الدوري، الزمالك يا عم بطل الدوري ازاي وهو معزوم اصلا؟ ما انت عارف ازاي خد الدوري، وانا عارف ازاي هو خد الدوري، والكل عارف ازاي الزمالك خد الدوري والكاس. فيعني وليد عبد الرازق المفروض يعتزل التحكيم، لان حكم ما عندوش ضمير، ما فيش ضمير خالص عنده، وظالم ومفتري. بس ده اللي عجل الاتحاد، تظلم اي فريق قصاد الزمالك فتبقى انت من النخبه الاولى، تبقى انت الحكم الاول في مصر. طول ما انت بتكسب الزمالك ظلما وعلنيا وفجور تحكيمي، تبقى انت الحكم رقم واحد في مصر. يعني ظلم ما بعده ظلم. الزمالك مريح من يوم 26 الشهر اللي فات، وظهر سيء جدا جدا جدا. ألف صفر البروكسل، لعب 4 أشواط ضد الزمالك، والمفروض هو اللي يصعد مش الزمالك. إذا في كان في عدل كان هو اللي صعد، لكن ما فيش عدل نهائيا. لا حكم الرأي عنده ضمير، ولا وليد عنده ضمير. ازاي دي بيروح ينام على المخدة؟ يعني ازاي بيروح ينام في بيتهم؟ ازاي بيسمح له ضميره انه ينام؟ وفي ضربة الجزاء في الشوط الرابع لاين مان حسب ضربة الجزاء هو اتغاضى عنها تماما، لانه هو عاوز يفوز الزمالك. لا تعليق على التحكيم المصري. طول ما التحكيم المصري بالمنظر دي عمرنا ما هنتقدم لقدام، ولا عمر الكرة المصرية هتتقدم لقدام. تنساش تعمل اشتراك في القناة وفولو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.